أن وصلنا إلى هذا القرار. هذا القرار الوطني نحن سنعلم يعني سيكون له تبعات وردات فعل عنيفة خاصة من الطرف الآخر، لكن حقيقة يعني هذا هو الطبيعي، يعني هذا هو الطبيعي. سيكون هنالك تخوين وسيكون هنالك تلطيخ للسمعة، ولكن هذا هو الحقل السياسي يعني، وهذه هي الظروف الطبيعية يعني أن تكون ردات الفعل في هذا المواقف، وهذا هو المرجو يعني من الأخوة، يعني الأخوة في هذه المؤسسة، مؤسسة الدعم السريع. حقيقة نحن قبل اندلاع هذه الحرب كانت هنالك مؤشرات كبيرة، وكنا نعمل مع آخرين من المستشارين في أن نحول بين وبين قيام هذه الحرب، لكن أقدار الله كانت نافذة. حقيقة كنا يعني من فترة طويلة يعني نحن يعني كنا نعلم بأن يعني مدى التصعيد وصل إلى مدى يعني ربما يعني كان الرجوع منه صعب، لكن كنا نحاول نحن، وكنا نبذل بين الطرفين، كنا في لجان مختلفة، كنا نذهب بين هذا وذاك، لكن حقيقة عوامل كثيرة جدا إن شاء الله يعني سنتحدث فيها والأخوة لاحقا هي التي يعني دفعت بقوة إلى أن تصل هذه إلى أن تقوم هذه الحرب. أنا حقيقة يعني داير أصل لتوصيف يعني صحيح، لأن يمكن هذه المعلومات لأول مرة تملك للرأي العام. يعني حقيقة الكل الآن يذهب في اتجاه بأنه الاتفاق الإطاري هو سبب هذه إشعال هذه الحرب، وفي رأي هذا التوصيف مخل وغير دقيق. الإطاري هي جزئية يعني ظاهرة، لكن هنالك أسباب خطيرة، وهي كانت السبب الرئيسي أو من الأسباب الرئيسية التي قامت يعني هذه الحرب، أو هي التي أشعلت هذه الحرب. إحنا حقيقة الكل كان يتابع يعني من فترة طويلة جدا الصراع وعدم الحميمية بين الحرية والتغيير وبين مؤسسة القوات الدعم السريع، إلى أن عملنا بقوة في كيف التخلص من الحرية والتغيير، وهذا كانت موجهات قيادة المؤسسة على رأسها نائب قائد قوات الدعم السريع وكل أركان حربي آنذاك، وإلى أن وصلنا واتخذنا إلى قرار إنه في كيفية التخلص من الحرية والتغيير. وبالفعل مع آخرين قمنا بعمل كبير جدا إلى أن وصلنا إلى ما يسمى باعتصام القصر. وبالتالي هذا القرار كان يعني يمكن لأول مرة تقال مثل هذه الحقيقة، إنه كان هذا العمل خالص لقوات الدعم السريع، هي التي كانت تشرف وهي التي خططت وأشرفت ونفذت هذا القرار التصحيحي يعني الأمانة والتاريخ. معنا بعض الحركات التي كانت، لكن نحن العمود الرئيسي في هذا التغيير. كانوا معنا ناس العدل والمساواة وحركة عدل والمساواة وناس مني وناس توم هجو وآخرين التحقوا بنا، لكن القرار هو كان قرار مؤسسة الدعم السريع. ونحن من حتى المناسبة كانت هي مناسبة عادية، كانت من المفترض أن تقام في قاعة الصداقة، وكان هذا يعني رأي الإخوان في العدل والمساواة وناس مني، ولكن كان قرار تحويل هذه الاحتفائية من قاعة الصداقة إلى القصر الجمهوري. كان هذا قرار ملك لنا نحن في قوات الدعم السريع، وحتى كان هنالك اعتراض من أعضاء يعني ممثلي عدل ومساواة وممثلي ناس مني
الأخ عشر والأخ نور الدايم، حتى وقفوا ضد هذا، لأنه كانوا يعني أنه تمشي المناسبة في قصر الصداقة، لكن نحن ضغطنا في هذا الاتجاه، لأنه في هذا الوقت كان القرار بالنسبة لنا في مؤسسة دعم السريع هي يعني القضاء على الحرية والتغيير بكل شفافية وبكل وضوح. فحقيقة حتى عندما يعني كنا نحن في اجتماعاتنا نقول إنه وين مكتب الرئيس ليه ما موجود معنا الوقت ذاك، أو